يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي بطاية كده بلدي هنعملها مع بعض بطريقة حلوة، بس قبل ما نعمل حاجة نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونسمي الله ونشوف معانا ايه. انا عندي بطاية بلدي مقطعاها، حبيت اعملها معاكم كده بطريقة حلوة قوي هتعجبكم بإذن الله. معايا بصل ومعايا جزر، طماطم، فلفل اخضر، صلصة، صويا صوص. دي الحاجات اللي احنا هنحطها على البطاية. معايا البهارات بتاعتنا برضو، كمون، فلفل اسود، بهارات، ملح، بابريكا. معايا عندي حلة كده على النار وحطيت فيها زيت، معلقتين كده زيت. هحطها انا بقى على وشها كده عشان الحاجات البلدي دي بيبقى فيها دهنة وكده، فانا قلبتها كده. احطها بقى اديها لون كده الاول. دي بطاية كان في ناي فرخة كده فحطيته كمان، والحوايج شوية حوايج كده، طبعا احنا مش هنرميها، احنا هنحطها وراس البط وكده، فكل ده هحطه طبعا مش هرميه خسارة. في ناس ما بتحبش الحاجات ديت، بس احنا مش بنحب نرميها، يعني بنحبها، والرقب وكده. دي بطة بلدي متربية يعني في البيت، مش شاريينها، لا احنا مربينهم في البيت. خلاص بقى، بعد ما انا حطيت بقى الحاجة ديت هقلبها كده. انا سبتها شوية، خدت لون حلو كده، سبتها حبة. بعد كده بقى ايه، هنحط لها بقى بعد كده التوابل بتاعتها. انا بقلبها هي كلها، اللي فيها ده مش ريش ولا حاجة، هي البطاية سمرة، فالحاجات دي تحت الجلد وكده. انا مخرطة البصلة، حطيتها اول حاجة. حطيت بقى الكمون، بهارات، فلفل اسود، بابريكا، ملح. حطيت نص معلقة فلفل اسود كده عشان ما تبقاش ما تغمقهاش معايا وكده. هحط الفلفل، هحط الجزر. الحاجات دي بتبقى حلوة قوي، بتديها طعم حلو قوي وبتبقى جميلة. وحطيت الطماطم، هحط بقى معلقتين صويا صوص، وهحط اللهم صل على النبي معلقة صلصة حلوة كده برضو. كل ده على بعضه كده ني في ني كده. حطيت شوية مية بس عشان ما تلزقش وكده. كده كده انا هوطي عليها، يعني هسيبها تستوي على نار هادية وكده. بس حطيت شوية مية لان طبعا البط كده ما بيجيبش مية زي الفراخ والحاجات دي. معلقتين بقى صويا صوص. الخضار بيجيب مية برضو، بس عشان لسه فوق ما فمش طايل النار. اهو بيدي برضو طعم حلو اوي للبط، بيديله لون جميل كده. واحط بقى الصلصة اهي، توزعها بقى برضو في كل حتة كده. خلاص بقى انا اسيبها كده، ههدي عليها النار، اغطيها بقى وهدي عليها النار خالص لحد ما تستوي. اوريها لكم برضو لما تستوي. خلاص هي كده استوت ان شاء الله عليها، ريحتها حلوه وجميله اهي. لسه فيها برضو ميه، انا ما حطيتلهاش ميه خالص تاني غير اللي انا وريتها لكم وانا بحطها، وهديت عليها هي استوت. الخضار طبعا استوى وما احتاجتش ميه ايه معاها ان شاء الله. هي بقى انا هجيب صينيه كده فاضيه عشان هدخلها بقى الفرن، تاخد بقى ايه بقيه السوا بتاعها في الفرن بالحاجات اللي فيها دي كلها. ما شاء الله عليها جميله اوي.
ممكن تاكليها كده، ممكن يعني هي مستوية، تاخد بس ايه حبة في الفرن. ممكن تاكلها كده بعيش، او تعملي رز جنبها، تبقى حلوة قوي كده بكل الحاجات اللي عليها دي، الخضار اللي عليها دي طعمه حلو قوي. انا سويتها بقى كده وهحطها في الفرن، بس هدهن وشها صلصة كده الاول عشان ايه تاخد لون حلو كده احمر. هجيب من الإدام والتتبيلة اللي تحت دي، تحط كده ايه على الوش عشان تدي طعم برضه، تبقى بتلمح كده وحلو. هي زي ما انتوا شايفين كده بدهن صلصة، وبعد كده باخد شوية من الإدام اللي تحت او الدهون اللي تحت دي وادهن بيها. هعمل كل الصينية على كده. بعد كده بقى، بعد ما ادهنها كده واخلصها، انا مولعة الفرن، احطها تحت خالص على الصاجة لحد ما تشرب كل المية اللي تحتها ديت. طبعا هي مكانتش مستوية قوي يعني، عشان انا عاملة حساب ان انا ادخلها الفرن ما تنشف خالص. اروح مديها وش من فوق الشواية، اشغلها واديها لون من فوق كده، وان شاء الله لما تخرج اوريها لكم. هي اتنشفت معانا خالص، شربت كل الحاجات اللي كانت فيها وبقت ناشفة خالص اهي، ما شاء الله. بعد ما خلصت عاملة ازاي اهيت ومستوية وحلوة. احنا بنحبها ناشفة كده يعني، محبش فيها اه، ادام وكده او شوربة او اللي هي منزلاه يعني. اهي مستوية. انا بوريها لكم بقى ان هي استوت. هي لسه سخنة طبعا، فانا مش عارفة امسكها كويس. ممكن بقى تعملي جنبها رز مكرونة الموجودة عندك اللي انت حابة تعمليه. انا عملت رز ابيض، ما حبيتش بقى ان انا اصوره واطول عليكم الفيديو. كده كده الرز يعني سهل ما فيهوش اي حاجه. بوريكم بقى الجزر والطماطم والحاجات الخضار اللي انا كنت حاطه. اللهم صل على النبي. عملت رز وعملت طبقين ملوخيه حلوين كده، وفي شوربه كانت عندي شوربه طبعا، فعملت لها كده توم كده بصلصه كده وحطيتها على الشوربه، بقت شوربه حمرا. وما شاء الله الاكل جميل قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وخفيف على قلبكم. وطبعا انا عامله عيش كده من الشفاف في الفرن، بحب اكل العيش كده مع الملوخيه، ما بحبوش طري يعني وكده. وكمان طبق مخلل اهو بقى جنب الاكل، ادام في ملوخيه لازم يبقى فيه مخلل. ويا رب يكون فيديونا عجبكم، ومع الف سلامه.